بصوا هنجيب كده ايه بطاطا على قد ما اقدر انقي، لاني بصوا فين وفين لما ايه بلاقي حاجه كده مظبوطه، مش حاجه كده عجري كده كبيره قوي. واروح بقى عند ماما اعملها عندها في الفرن، يعني ماما عندها غاز وانا اللي عندي كهربي، يعني يا دوبك لو حطيت دول يتعبوا. عايزه اقول لكم لو حطيتهم في الفرن هياخدوا الانبوبه كلها. اروح عند ماما كده وايه نعملهم عندها نشويهم في الفرن. يلا ناخد دول ونمشي. بكام؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه الكيلو، ب10 جنيه. كنا بنجيبه التلاتة ب10، بقى الكيلو ب10 جنيه. ربنا يرحمنا برحمته. انت جايه من الغيط؟ يا ماما انا لا البطاطا وصلتني الاول، وبعدين الاقيكي داخله معايا بالقصب واحمر. القصب الاحمر ده لقيتيه فين؟ شفتي يا ماما؟ ده بقاله كتير ما بنشوفش القصب الاحمر ده. استني بس اما ايه اربع عشان لا اله الا الله. براحتنا. اوعي بس تخزقي عينيا عشان انا مخزوقه خير. استني يا ماما من غير ما نتخزوق. بصي يا ماما، لا انت تقطعي الاول نصين كده عشان تاخدي من النص يبقى مسكر. انا عشان اقطعه في البيت قلت اما ايه اقطع على بركبتي. رجليكي احي رجليك لقيت ركبتي خلاص بقى، زمان كنا بنكسر في الركبه، دلوقتي الركبه اللي بتتكسر. يا حول. فقلت لا بالسكينه نظفته وكسرت من هنا عشان اصلا اعرف ادخله الاسانسير اصلا يعني. فكسرت من هنا ومن هنا، انما غير كده ما كنتش هعرف ادخل لا اله الا الاسانسير الله. ولا اكسره. انت فيك اسنان للقصب؟ يا لهوي يعني مش هيبقى ركب ولا اسنان يا ماما؟ ما انت هتضيعي الله. اسنانك. يعني اديني روح، يعني مش كده يا يعني بنتي ما تقفلنيش كده. طيب اديني كده يعني كان فيها ايه؟ ده كوبايه عصير من بتاع القصب يا ماما. لقيت ده كنا بنجيبه بكام؟ ده قولي ب50 قرش. النهارده ب10 جنيه. لا بجد. ال10 انا ماليش في القصب. القصب والله العظيم ب10 جنيه يا ماما. طب جبتيه ليه؟ عشان اعمل ازاز معاكي كده. وبعدين لما تجيبي القصب بعد كده ما تجيبيش أكيد العقله القصيره دي. مسكوتي دي طلعت اطول عقل. قعدت اقول له اديني عود قصب يكون سرح ومرح وبرح، فنقالي اسرح حاجه. اسرح؟ اسرع ده دي كده. طب ده كان فيه كده. لا ده دوت والله. يبقى ما تعرفيش تقشريه وبعدين ما بيبقاش مصدق. مفيش ظروف، مفيش سنان. بسم الله. بصي احنا طب هنسيح. الاول اقسميه نصين كده. استني يا ماما لا تكون دي اللي كانت في الشارع. يا رب يا رب استر، ده هتخزقني ولا ايه؟ اقسم بالله ربنا يستر. صلوا على رسول الله. هتتقشر يعني هتتقشر النهارده. لا انت تقسميه الاول من النص كده وبعدين هتطلع القشره تقومي شداها كده. ممكن تجيب الترابيزه دي هنا ونحط عليها. هاتي بس يا ماما. هات الست دي عامله زي ما الست اللي مفجوعه قصب. ده انا ما صدقت لقيته. احنا ما كناش بنقطع القصب ده من البيت خالص. المهم يا ستي رحت لك عند بتاعه الزبده عشان اريحكم واجيب الزبده. رحت ما لقيتهاش قاعده في مكانها. رحت البيت قمت رايحه لها البيت. أيوة. يا مراجب يا مراجب يا مراجب. طلعت لي مراجب. ده زمان شهر رجب كله رد عليكي. لا هي طلعت ما ده شاء الله شهر يعني رجب. ست كده كبيره بس ايه ما شاء الله. ودنها ما شاء الله يعني. اتاري كان لسه ايه وصل النور ماشي من عندها، اللي هو محصل الكهرباء. لسه ماشي من عندها، فهي صاحيه بقى يعني. يعني كويس انا ايه ما غبتش شويه، كان زمانها نامت وما سمعتنيش اصلا. قولي لي كده ما اعرف اكسرهولك كده. المهم يا ماما رحت لها قلت لها لا بالعكس بقى عشان دي مقوصه من هنا خليها عكس التقويص. لا اوعي ركبتك تتكسر. يا لهوي. لا ما انا بقول لا ده ناشف قوي يا بنتي. كان لك البواب قال لي كده، عبد الرؤوف قال لي كده. ناشف ده. قال لي انت جايبه لي ناشف. صحيح. بقول لك يا ماما ما عملت كده بالسكينه اتكسر على طول. لا سيبك انت بس انا هدوقهولك بس مش انا تكسر. فين الزبده يا ام رجب؟ عندك زبده؟ لا ما عنديش. انت جايه دلوقتي؟ قلت له انا ما فيش. احنا هناخد انا خدت منك قبل كده من فتره وانا زبونه عندك سمنه في البيت وما عندناش سمنه.
وعلى يدك واحنا دايخين قد ايه. من اول قالت لي طول. خلاص على ايه؟ على نص رمضان. لا اقول نص رمضان مين يا ماما؟ قلت لها نعم نص رمضان. اه ده احنا هناخد علشان رمضان. اه المهم بقى قالت لي انت عايزه كام كيلو؟ قلت لها بتاع 20 كيلو. اه اتشكحت بقى. ولا اتشكحت. اتشكحت ولا اتنيلت. أمال بتاع إيه؟ النور بقى لقيته راجع سامعني جميل. باين اللي هو محصل الكهرباء. زمانها بتقول له مفيش فلوس يا اخويا انت جايني دلوقتي. اصبري على رزقي. هو كده انا عارفه انا عارفه. اصبري على رزقي. اه فرجع لي ده انت هو انت تديله عايزه الوصف. زبده؟ ايوه قلت له اه. قال لي عندي اللي يجيبها لك. لا والله. الكهرباء والله يا ماما اه محصل الكهرباء. سبحان الله. وطي بس التلفزيون ده عشان ايه القعده هتحلو. ايوه المحصل قال لي عايزه قد ده ايه؟ ده انا شغال في عندي كل في بلاقص هجيبها لك من بلاقص. فين بلاقص دي يا عم؟ عند بنها كده هو قال لي مش عارفه فين. عند مستورد يا ماما. يعني في القريبه هنا. المهم بلاقص. ايه قلت له ماشي يا عم. مم. بكام يا عم؟ قال لي 200 قال لي 220 الاول. قلت له طب ماشي. قال لي بس اعمل تليفون اشوف عندهم ولا لا. اتصلوا على طول. قالوا من بعيد بقى. خد التليفون بعيد كده واتكلم ورجع قال لي ايه ب 250. نعم. قلت ايه امشي معاه للاخر يعني. قلت له طب ماشي هات طب تليفون. انت تاخدي حاجه من حد وانت ما تعرفيش مخلوطه مضروبه؟ هو انا خدت. يعني ما انت ناس ما نعرفهاش. هو انا خدت. بعدين ريحي الزبون. امم مش مداني فرصه اتكلم. او ده بعدين انا اللي كنت في انا اللي بقى انا اللي كنت في الموقع. ما انا لازم الحقك افرملك لا ما انا مش عبيطه للدرجه دي. انا ناصحه برضه قوي ما شاء المهم. الله. المهم اما انت بقى يا ستي ما انت هي هتفهم في الاخر انا بهوده ليه. خليكم عشان معايا مراجع. افهموا يا أيوة. رب. بسم الله عليك. الله اكبر. خلاص بس يا بنت انت. قلت له ماشي عايزه كام كيلو؟ قلت له 20. المهم ايه كلم الراجل مش عارفه 250 ومش عارفه ايه وايه. قال لي طب خدي بقى رقمه عشان ده التاجر اللي بيوزع على التجار كلها. ايوه ماشي ماشي اللي ماشي بيغش ويلا اقلب. لا ما هاتي منديل يا ماما من جنبك. اقلب. ماشي انا معاك للاخر مفيش مشاكل. اداني رقمه. ما تسيبي القصب بقى عشان يجرالك حاجه مش هتعرفي تكملي القصه. ما تركي البتاع الناشف ده اركنيه على جنب بلا قصب بلا بتاع. نفسي فيها ماما استني بس. المهم ايه انا وصلت اديلك انا وصلت اداكي رقم التليفون. اداني بقى رقم تليفون التاجر اللي بيوزع على المنطقه. ايوه بس خلاص اسمه ايه مش عارفه خالد بتاع الزبده. ما علينا يعني. ماشي لقيت الست ايه ام رجب بقى اللي انا رايحه لها اساسا. كتر خيرها ده تقول لك اوعي ده بيغشوها. ما هي قالت. طيب الراجل بقى راح ايه سابني واداني رقم تليفون سابني وراح بقى عشان يحصل باقي الكهرباء بتاعته بقى يعني فلوس الكهرباء. قالت لي ايه هو انت مش زبونتي؟ هو انا اديتك قبل كده حاجه وحشه؟ قلت لها لا والله ده انا ضغط عليكي لغايه اما جيت لك لغايه البيت. معقوله يا لهو ده معقوله اخد من غيرك؟ حد غيرك؟ اه بس يمكن يا ام رجب يمكن هو ارخص ولا حاجه. قالت لي لا ان شاء الله اجيب لك زبده. اهم حاجه سيبك انت من السعر. اهم حاجه الايه الزبده تكون حلوه. اي زبده هتجيبيها دلوقتي بتلزق. يعني ايه بتلزق؟ قالت لي يعني مغشوشه. بيغشوها بقى بحاجات كتير بقى مش عارفه بيحطوا عليها بودره بيحطوا عليها ايه. قلت لها طب خلاص هتجيبها لي امتى؟ بيحطوا بودره اسبوع كده السيراميك. وتعالي. بودره السيراميك. ما اعرفش بقى بيحطوا ايه. الغشاشين الحراميين. واقلب واضرب في الغسالات ويكوروها وبيع يا وديع. قالت لي اسبوع كده وتعالي. بعد ما قالت لي اخر نص رمضان اسبوع كده وتعالي. شفتي؟ قالت اما الحق الزبونه دي هتطير مني. طب اديكي عربون يا ام رجب؟ قالت لي لا. لا ليه؟ عدي عليا كمان اسبوع واقول لك. لا قولي لها خدي عربون عشان يبقى ربط كلام. ما انا بقى عملت حساب ان انتم مكلمين حد تاني وممكن حد تاني يجيب قبل. وفين ده كله كلام. المهم مفيش حد صادق في كلام. المهم قعدت معاها وايه حبينا في بعض شويه كده انا وام رجب. وفي الاخر كانت عزماني بقى على الغدا.
قالت لي خشي بقى انا عامله لك رز وملوخيه وفراخ. والله لا انت قاعده تتغدي معايا. ايه ده؟ يا نهار ابيض. طلع يجعله عامل يا ام رجب. وايه عشان انا متاخره، الراجل في البيت تعبان، فانا لازم اطلع دلوقتي. قالت لي طب يا حبيبتي، ده انت طيبه قوي يا حبيبتي والله. يا عيني والله يا عيني أنا جت على الجرح حبيتك. يا تصدقي. عيني عليكي يا حبيبتي والله. الست بص حست بيا، لا اله الا حست الله. افتقادنا للزبده. مم. واخدين بالكم؟ ما هو الزبده دي عليها حوارات احنا مش عارفين نوصل لحد بقالنا شهر مضمون. بنتحاور فيها. بيجيب زبده، والزبده عشان رمضان مش لاقيين، قاعدين بقى بصوا بندخ لافين كده. طب فين متابعينك يا ماما؟ ما حدش وصف لك وصفه وقال لك في الحته الفلانيه، او احنا معرفش جايبين زبده في المكان الفلاني روحي يا ام سيف هاتي منه يا مش سمسمه. مشكله يا ماما، ما احنا لازم ندق على البيبان كلها، مم. والباب اللي يفتح اهلا بيه. اهلا مم. بيه. تمام. ادام فلوسها حاضره خلاص مش مشكله، نجيب من اي مكان. لو ضاقت بينا خالص ممكن نجيب من اللبان، مم. او عنده زبده من السياحه وحلو. المهم يا ستي وانا راجعه قلت ايه، يا لهوي. المهم ايه، لقيت بقى بتاع القصب ده وعواد عواد بقى، وقاعد يطلع من البيت عنده، يطلع. طب بكام يا عم القصب؟ قال لي ب10 جنيه. قعدت اضحك، بيقول لي بتضحكي على ايه؟ قلت له اصل انا اخر مره اشتريته كان ب2 جنيه. هو ايام ما كنا في المدرسه كنت وانا خارجه بجيبه ممكن يعني ب15 قرش، ب20 قرش، بربع جنيه. انما قال لي ب10 جنيه. راجل اسمراني كده، فحسيت كده ان ايه، راجل طيب. قلت له وانت منين يا عم؟ وانت من اسوان؟ قال لي اه. قلت له يا مرحب باسوان. اهلا يا انت منين؟ يا. من اسوان. قال لي من ادفو. يا اللي أهلا. بيبيع القصب من ادفو. بلد السكر. المهم قلت له تعرف الحاجه جوهره؟ فعملته بيقول لي ايه بتاعت الطريقه الادريسيه. قولي له هي ايوه. والله العظيم. مم. طلع ابن عمتها. ابن ما شاء عمتها. الله. ولاد طيب عماه. ده المفروض بقى يدولك كده. قال لي قول لها انا الجعفري. الجعفري. الله، ده من الطريقه الجعفريه بقى. شفتي؟ ايوه لسه قال لي انا الجعفري. اه. المهم عشان طلعنا قرايب يعني معرفه. اوعي تقولي لي خد منك فلوس. اداني الاتنين ب15 جنيه. لا قولوا له ايه يا جعفر يا فندي، يعني ده انت جعفر يا بوي. والله والراجل الله ازيك والنبي عامله ايه الله يا حول الله. طب لا قولوا له لا، هو ب5 العود. وسلامته طيبون. والله يا ماما الناس كلها حبتني النهارده والله. عشان انت جايه عند امك وكنت لسه بدعي لكم، وهند تقول لي ادعي لي يا ماما ليله الاسراء والمعراج دعوه مستجابه. ايه ده؟ قعدت ادي والريح يدي، ادي والريح يدي. النهارده الاسراء والمعراج. ليلته طبعا. النهارده ليلته. يعني هو بكره ان شاء الله. وادعي واقول يا رب يرزقكم ويكرمكم ويزيدكم ما ينقصكم. يا رب يبارك في اعماركم ويرزقنا يا رب من حيث لا نعلم. يا رب اعطينا ما تنقصنا. يا رب يزيدكم ما ينقصكم. يا ماما ادعي. قلت لها والله بدعي من قلبي. بت هو انت يعني انا بدعي ليكم وللناس كلها. لو ضرسك اتكسر ماليش فيه. طب انا ما اخدش انا دي هتلاقيها مسخه. يا لهوي طب دوقيها. مسخه انا عارفه. يا لو انا هديكي حاجه ماسكه، انا بديكي احلى حاجه والله. احلى حاجه بديها لو زي العسل زي العسل. يا لهوي يا سماح. دي مثلا بقول لك انا قطعه قدام وقطعه ورا راسه ورجله. طب انا مش قادره ما فيش سنان. يعني مش لازم ايوه كده. ايوه على الدرادير يا ماما على الدرادير. المهم وانا راجعه بقى ايه، عديت على المطعم قلت اما اجيب منه فول، لان ايه جنب بتاع القصب كان بيبيع بصل اخضر، فانا جبت بصل اخضر. طب هناكله جنبي ايه؟ قلت اجيب معايا فول، اعمل شويه عدس في السقعه دي. لا بالزيت الحار واطلع. المهم عديت على المطعم اجيب منه فول، فبيقول لي اقل حاجه ب10 جنيه. ده الكلام ده بقى من بدري الصبح. قال لي ب10 جنيه. قلت له طب ماشي يا عم. المهم عشان برضه يخدمني وحس كده ان انا ايه غلبانه وبنت. شايفيني غلبانه. وانت لا بيقولوا لي انت طيبه يا طيبه، مسميني الطيبه. قال لي هاتي طب يا حاجه القصب اللي معاكي ده مكسرهولك عشان تعرفي تمشي بيه.
الله انا مش يبارك جايبه ده بس، انا جايبه 2 وكنت ماشيه بيهم كده. الله يبارك له. قلت له لا، اصل ايه ده عشان التصوير. قال لي تصوير ايه؟ قلت له ما اعرفش. ما تاخدش في راجل بالك، هيخاف. ما تاخدش في بالك. المهم رحت عند العماره عندي لقيت النور قاطع وانا في الدور السابع. اضطريت ان انا احطه كده على جنب كده زي ما شفته في الاول كده، وقعدت جنبه. كان القصب النهارده فيه الطمع. طلع لي البواب قال لي ايه؟ اصل محدش بيلاقي القصب الاحمر ده، نادر. يا ماما اللي البواب كان اقول لك بيه ايه؟ بيقولوا بيه بيرسم ايه؟ عليه ولا ايه؟ يعني عم بيبقى حاجه قصاد حاجه، يبقى ايه؟ بيقيد عليه. بيقول لي هاخدهم اطلعهم لك فوق بس تديني واحد. مع نعم. الاسانسير بقى عطلان وانا في السابع، قال لي اطلعهم لك واخد عود قصب. لا قول له خد نص العود. قلت له يا عم اللي انت عايزه. المهم ايه، طلعهم لي بعد ما قعدت بقى والنور جه، طلعهم لي وقام ايه، قمت مدياله بقى ايه، نص عود بصراحه. بس هو بعد في سنان عبد الرؤوف يمص اصلا؟ ما قعد يكرهني فيها، قال لي ده ناشف، ده ناشف. بص عشان تعملي تقول طب لي خده ايه؟ بقى. عشان اقول له خده. مم. الله، ما انا جايبه حاجه يا جماعه. المهم ان هو كان فيه الطمع يعني، هو كان بيقيدني بقى يعني، ده قصاد ده. قلت له طب مش طلع. المهم جيت قعدت، قلت ازقز بقى القصب فوق ولا حاجه واعمل لكم فيديو. ما رضيتش ابدا. قلت اجي نقزقز انا وماما ونقشر انا وماما ونمصمص انا وماما. شفتي بقى يا ماما؟ شفتي انتي على بالي ازاي؟ لقيت ماما بقى بتتصل بيا وهي على بالي، يلا تعالي بقى عشان ايه نروح للدكتور. عشان هي عند الدكتور النهارده بتاعها. المهم يا ستي ادي حكايه الزبده. مم. ايه رايك؟ اي حد يقول لك تعالي انا عندي حد قولوا له امال وماشي. يا ماما انا قلت اضرب عصفورين بحجر لا يا يا ماما، ماما. وانتي مش فاهماني احنا ليه؟ هندفع فلوسنا في الهوا. انا ما اخدش زبده من حد ما اعرفوش. انا ما اخدش على الاقل زبدة. ام راجب معروف بيتها فيه ايوه رحت لها بالبيت وليها والله. زباينها، وفي ناس بتروح تاخد منها. ما هي بقى كل ما اقول لها وانتي ما جبتيش ليه بقالك كتير، تقولي مش عارفه مين جايه لي، العربيه اتقلبت بيها واتقطعت كذا حته. لو الزبده اتقطعت يا ساتر لا يا رب. الست. الله اكبر يا ساتر يا رب. طب يا ستي فالها في دارها الله طب اكبر. ما جبتيش ليه الجبنه طيب؟ اصل الجبنه برضو مش عارفه وهي جايه مش عارفه الست خلاص بقت بقى. كده يا الله اكبر، يا ربنا يعافينا ويعافيكم. طلعت لي القطط الفاطسه في كل حاجه. انا مش عايزه زبده منها يا ستي. انا مش عايزه منها حاجه، مش عايزه. ما هو رحوس. ما انتوا قاعدين تزنوا. لا مش عايزه من دي، مش عايزه من الست دي، مش عايزه. عايزين زبده عايزين زبده عايزين زبده. ايه ده ده ستر الست يا ماما رب. اجيب لهم من ايه ده؟ اللي انا عارفاه وعارفه بيتها. طب اعمل ايه؟ ايه ده؟ الست ابو غفاري دي. المهم انا فرحت النهارده بالجعفري. بقول له يعني انت قريبها في اسوان؟ طريقه. قال لي ما احنا كلنا ولاد عم. تقول لك كلهم ولاد عم وبعض. اتاري الاسوانجيه كلهم ولاد عم، ولاد خاله، ولاد خاله كده يعني. الاسوانيه مش الاسوانجيه. اسوانجيه. ايوه الاسوانجيه مش ايوه الاسوان اسوان كده يعني. الزيادة هناخد تاني 1000 جنيه درجات من 6 إلى 4. يا ظهري، بس انا ظهري وجعني قوي. كان في ايه تاني النهارده في يوم يا ماما؟ البطاطا بقى. البطاطا. وقفت اجيب بطاطا وانا داخله الاول على السوق، لقيت واحد بيبيع بطاطا. بكام يا عم؟ قال لي ب8 جنيه. ببص على البطاطا لقيتها كلها مسوسه. يا عم ازاي دي مسوسه؟ هيقول لك ب5. لا ما قالش، هي ب8. سبته ومشيت. دخلت جوه اديت المشوار بتاعت الزبده ام رجب دي، وانا راجعه لقيت ايه، خضري اللي هو عند عاطف. بكام يا عاطف؟ قال لي ب10 جنيه. قلت تمام، ما تبقى بسليمه ب10 جنيه احسن ما تبقى مسوسه ب8 جنيه. فوقفت زي ما شفته كده، قمت ايه جايبه البطاطا. قلت ايه بدل ما اجيب كيلو ونشغل الفرن كله على كيلو، كيلو. اما اجيب 2 كيلو.
قولوا له 2 ب 15. مرضيش والله، قلت له الاتنين طب ب 15. لا دي واقفه عليا 9.5. وحتى الراجل احرجني وهو مش راضي ينزل فيها. قلت له طب يعني هو احرجك وانت جاي تحرجنا يعني؟ ماما قلت يا ايه مش مهم، قلت مش مهم. 10 جنيه 10 جنيه بقى، ما عملتهاش من ساعه ما طلعت. بس ما عملتهاش من ساعه ما طلعت، وكان نفسي فيها بصراحه. بحب ريحه البيت تبقى بطاطا. فزي ما شفتوا برضو كده انا عندي الانبوبه، لو حطيتها في فرن البوتاجاز فجايه تخلص الغاز. فقلت اجي اخلص جايه تخلص الغاز. امال ايه؟ ما هو ابو بلاش كتر منه. الامهات لبعضيها يا ماما. ابو بلاش كتر منه. ايوه طبعا. هو انت مش هتاكلي منه؟ ما انت مش هتاكلي بطاطا معانا؟ انا قلت ان مع بعضينا ناكل بطاطا. الله الله. عاملين زي مصاصين الدماء. شفتي بقى اليوم النهارده كان عامل ازاي؟ بس بذمتك طعمها ايه؟ بذمتك مع عسل سكر. ما هو ده السكر اللي بيطلع منه السكر ده الاحمر ده احلى انت منه. بتقولي لي في الاول بلاش دي، قلت لي بلاش دي عشان مش عارفه ايه. بلاش النكن اللي بيعصر، مش السنان المخلعه. انا مش عايزه اشرب عصير كده، انا عايزه اقعد انا بتلذذ وانا بقشر القصب. اخر مره افتكر او يعني يجيلي في دماغي ان انا اكلت قصب، كان ستي الله يرحمها يا كان قصب قالت لي روحي هاتي لي عود قصب. والجو ايه، وخرجت والجو كان مطره وعفره وكل حاجه. كان يوم ما طلعلوش شمس، ورحت لها في اخر الشارع وجبت لها عود القصب وجيت. دي امي. اه يرحمها. والله يا ماما انا فاكره قوي قوي كده يعني. وبعدين احنا كنا في البلد وكنا قاعدين في ارض القصب بناكل قصب هناك. هصور لكم المره الجايه في الارض مع القصب من منبعه، من منبع القصب. ها يا ساتر ايه ده؟ ضرس وجعني والله، مع اني ببص على السنتين القدامانيين. مش غير حلو مش مشكله، في ناس بتاكله على الضرادير. القصب ده بقى حلو، بيبيض السنان بيخليها ايه شمع ابيض. يبقى انت واخده حاجه منه لبقك على طول، اه مش تلوث ولا اي حاجه. وبس يا ماما هاتي فلوس الزبده. مش عايزه زبده، انا قلت لك عايزه زبده. هاتي فلوس الزبده بقى يا ماما. انا قلت لك عايزه زبده. الله، ما الدخه دي كلها مش عشان ولا عايزاها ولا تلزمني خلاص. المهم على اول اخر الشهر ده المفروض ان انا اروح تكون هي عملت. اقول لك ليه ما جابتش استنى، ليه ما جابتش نسيت اهم حته والله. استني إيه، حد وقع وهو ماشي في الطريق ولا نزل الترعه؟ استني يا الله ماما. اكبر يا ساتر يا رب. ليه هي بقى ما جابتش زبده الايام ديت وساكته وقاعده في بيتها؟ بتقولي لا مؤاخذه البهايم اما تفطم تتفطم، اما تتفطم يبقى الم الزبده عشان لبنها بيكتر. ايوه فاهمين انت الحته دي؟ عشان لبنها بيكتر. ازاي؟ وبياخدوا السرسوب الاول علشان بيعملوا بيه حاجات بقى اللبنه والحاجات الجميله دي. سرسوب الجاموسه. وبعد كده ياخدوا اللبن عشان يعملوا زبده. وبعد كده بقى اللبن يكتر عندها ما شاء الله. عرفتي بقى؟ هو ده اللي قالته لي، قالت لي ده السبب اللي مخليني ما جبت الزبده. انا عايزه افتكر في حاجه مهمه. ده احنا بقى كانوا بيعملوا حاجه كده جميله باللبن اسمها اللبنه ديت، اللي هو السرسوب. لبنه جميله، تحبي بس تاكليها كده. نبقى نقول لخالك عبد الله يجيب لنا لبنه لو عندهم البهايم. نسالهم لو ما اتفطمتش لو اول ما يتفطموا. قالت لي اول ما يتفطموا بنلم الزبده. وانا ليا ايه والله، قالت لي ليا شارع زي ده كده، شاورت لي على الشارع بتاعت لي. الشارع ده انا كل البيوت اللي فيه بلم منها الزبده عشان هي يعني ده هناك في البلد عندها من المنوفيه.
هي زبدة المنوفية حلوة والله قالت لي جميلة. من المنوفيه. مش وبصراحه كلها، لكن التجار ما تاخديش من تاجر. لا انا عمري ما جبت منها حاجه احنا مش انت ناسيه اللي احنا خدناها ورجعناها من السياحه ورجعناها المنوفيه. احنا هنا بتبقى كلها بودره. يا لهوي، لا ده لازم يا بنت تكون حاجه من حد مضمون 100%. انت مش هتاخدي مثلا كيلو ولا 2 ولا 3 خزين، لازم تبقى حاجه مضمونه. بتقول لي ناس سايبين لها عربين، ابتدت بقى ايه تنخ بقى كده وتعترف. ناس سايبين لها عربين بيبقوا عايزين 100 كيلو. نعم. اه والله بال100 كيلو. ممكن بقى ليها وعيالها ونسوان عيالها وممكن تكون وولادها. واحده بتسترزق منهم. وممكن تكون بقى ديت بتاخدها تبيعها مثلا بالتقسيط وتكسب فيها الطقطقين. اول حاجه سالتني قالت لي هو انت عايزاها كاش ولا بالتقسيط؟ ايه ده؟ لا. قلت لها كاش. كاش لاني الزبده مش هاخدها ليا انا بس، ماما عايزه، هند عايزه، فاهمين؟ فبنقسمها على بعضينا وبتبقى حلوه طبعا في رمضان في الاكلات وكده. طبعا كل سنه وبعدين وانتم انضف طيبين. واحسن من بره، من اي مكان، من اي زبده او اي سمنه مهدرجه. لا فدي احسن وصحيه يعني ان وجدت، بس تتحط مع زيت عباد كده بتقضي الدنيا، ده بتقضي بتبقى زي الحاجة. زي الفل. الحاجه ما بتبقى في البيت بتبقى يعني الخير في البيت. هتعملي ايه؟ ده خير. الخير على قدوم الواردين. يلا بقى.